انت ليه مصمم يا سيدي تشرب قهوه بعد الفطار على طول؟ انت بتعمل في نفسك ذنب كبير قوي. القهوه مش وحشه، التوقيت هو اللي وحش. اكيد القهوه مفيده، بتنبه المخ، بتحسن المزاج، بتزود التركيز، بس المشكله شربها بعد الفطار. مش مطلوب منك تعمل كده ابدا. انا كمان هنا بتكلم عن الناس اللي بتاخدها بعد الفطار، ده في ناس بتفطر عليها. انا الناس دي مش هتكلم عنها اصلا عشان ما افطرش عليهم. قهوه بتقلل امتصاص الحديد، بتعمل تهيج في المعده، بتبوظ لك احساس الشبع. يعني يتهيأ لك ان انت خدتها بعد الاكل على طول فشبعت، والكلام ده كله بيبوظ، وتيجي بعدها بوقت قصير جدا بتجوع اسرع. زود الجفاف، لان حضرتك القهوه دي مدره للبول، فهتنقص لك الميه من جسمك، وجسمك هيميل ان هو يشرب ميه كفايه لانه عايز ميه. فحضرتك طول الوقت انت داخل على الصيام، مش هينفع طول الوقت تشرب ميه لانك صباح صايم. فانتبه، مدرات البول في كترها مش هيبقى صح. يعني اعمل ايه يا دكتور؟ الغيها خالص؟ لا يا حبيبي افهم، انا ما قلتش تتلغى، هي قلنا ان هي مفيده بس بعد الفطار بساعه او على الاقل ساعتين. وكمان لو شربت قهوه هتشرب معاها كوبايه او اتنين ميه. ليه؟ لان كميه الميه اللي هتخرج من جسمك محتاجه تتعوض، لان هي مدرات بول زي ما اتفقنا. ويفضل ان هي تكون بسكر قليل او سكر دايت. القهوه ذات نفسها مش مشكله، مشكلتنا في التوقيت. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.